السلام عليكم. اما تيجي تتفرج على النادي الاهلي واسوان النهارده لازم تعرف حاجتين مهمين جدا. النادي الاهلي يتميز اللي هو فريق كبير وفريق صاحب شخصيه بطل. تاني حاجه لعيبته بتحترم جماهيره وبتخاف على زعلهم. لو جينا ليه النادي الاهلي صاحب شخصيه البطل، اي حد بعد ماتش الهلال والاداء بتاع الماتش الهلال اللي حصل ده في افريقيا تحس ان النادي الاهلي هيطول شويه في اللي حصل ده. يعني الاداء كان يعني مفيش خالص. فاي فريق ممكن يكمل ماتش اتنين تلاتة، لكن الفريق البطل هو اللي بيفوق بسرعة. النادي الاهلي ما كملش الماتش اللي بعديه، شفنا اداء مغاير جدا. وده مش معناه ان اسوان وحش، اسوان فريق كبير وفريق محترم وبيلعب كورة على فكرة، بس النادي الاهلي كان كويس جدا ولعبته كانت كويسة جدا، فخلت نادي اسوان مفيش. لعبت النادي الاهلي النهارده بتضغط من قدام، خلصت الماتش في 45 دقيقه، ثلاث اجوان، وكان ممكن يبقى 4 و5 و6 سكور يا باشا. النادي الاهلي النهارده ما تخافش على النادي الاهلي، ما تخافش عليه. النادي الاهلي على فكره اللي حصل في الماتش ده يعني عادي ممكن يحصل، لكن هل انت بقى تقدر تطلع منه؟ يعني لما يكون انت صفر وفجأة تبقى 100%، ده بقى يتميز بيه ايه؟ إدارة النادي الأهلي والمدير الفني بتاع النادي الأهلي وعقلية اللعيبة خرجت على طول. عكس النادي الزمالك، مش معناها ان انا بقلل من نادي الزمالك، لا، عقلية اللعيبة مستمرة مش عارفة تطلع من اللي هي فيه من ماتش أسوان. خلي بالك، يعني الهلال زي أسوان، الهلال مع النادي الأهلي، الأهلي كان وحش جدا مع ماتش الهلال فايه، بس تاني ماتش الأهلي خلاص طلع طلعة تانية. لكن ماتش أسوان لما الزمالك لعبه، الزمالك كان وحش وأسوان كان كويسة، فالزمالك خسر. تيجي بقى الماتش التاني يبقى كويس الزمالك، لا، الزمالك مستمر بقى له ايه شهرين وداخلين على التالت، ما كسبش غير على ما اعتقد كسب فيوتشر وكسب اللهم صل على النبي سموحه في الدوري. من ساعتها الزمالك مش عارف يطلع من اللي هو فيه. ودي بقى معلش لعيبه شخصيتها بطل. الاهلي بيحط في لعيبته اللي انت تيجي هنا لازم تبقى بطل، ما ينفعش تنافس على التاني والتالت، لا، ما فيش الكلام ده، انت داخل البطوله لازم تاخدها. دي بقى الفرق ايه بين شخصيه البطل والشخصيه العاديه اللي هو اللي بيلعب على التاني والتالت والرابع. حقيقه بصراحه دي حاجه. تاني حاجه، انا مش عارف يعني كهربا بينه ايه وبين ربنا بصراحه. مش معناها ان كهربا ما غلطش على فكره، لا، كهربا غلط وبياخد عقاب، وده بلسان ابراهيم المنيسي وعادل الكيعي في قناه النادي الاهلي. والراجل الفيفا قالت لك اللي هو غلط وبيتعاقب، بس لما يكون كهربا كل ماتش ينزل يجيب جون، فبص، ما انت ممكن تكون غلطان بس انت خلاص عملت الحاجه الغلط، بس مش معناها ان انت كل شويه تطلع تشتمني وتعايرني بالحاجه اللي انا عملتها وانت وحش وبتاع. فربنا بيقلب الدنيا خلاص، ما كل واحد ممكن يغلط، بس انا غلطت مره، مش كل مره تطلع بقى تشتمني وبتاع. فربنا ايه يعني ايه بيعاقبني اللي انا موقوف وعليا فلوس، بس بيديني اللي هو ايه اللي انا كل ما انزل ادائي بيبقى كويس بقدر اجيب جون، فتخلي النادي الاهلي يتمسك بيه اكتر. وعكس ما كان رئيس نادي الزمالك كان ايه كل همه اللي كهربا يطلع يقول مين حرضه على المشيان، هو وهتقسط له الفلوس. اولا نادي الزمالك مؤسسه، مش نادي بتاع شخص، مش زي سيراميكا مثلا بتاع شخص بتاع فرد، لا، ده مؤسسه. فمش من حقك اللي انت تتنازل عن حق النادي بتاعك عشان خاطر يطلع يقول ده مش عارف مثلا سيد عبد الحفيظ هو اللي حرض، لا، مش بتاعتك. وكمان هتيجي برضو مروان عطيه رئيس نادي الزمالك، كل ما يطلع في اي برنامج في نادي الزمالك قال لك مروان عطيه فريق لعيب عادي، لعيب على قده. مروان عطيه انا من كام فيديو قلت لك مروان عطيه لعيب كويس جدا، النهارده مروان عطيه لعيب، لا، ده لعيب تحس ان هو متربي في النادي الاهلي، لعيب كورته حلوه، باصص قدام على طول، بيدي باصات غريبه. يعني الجون التالت بتاع قفشه ايه ده، مزنوق والدنيا مغيمه عليه زي ما بيقولوا في الكوره، وتن للشحات. الشحات النهارده ما شاء الله عليه. على الشحات انا يعني يعني لعيب كويس، بس انا مش عارف ليه يعني شايفه عادي، لكن النهارده لا، ما شاء الله، اسيست لقفشه وعبد القادر وكهربا، لا، بصراحه الشحات لا، فارق جدا مع النادي الاهلي. وخلي بالك في ماتش ريال مدريد كان فارق جدا، وكانت غلطه باين لما طلع في الماتش ده. فدي يعني لازم يا جماعه، ساعات بيبقى ليك حق بس كتر غلطك ربنا بيقلبه عليك.
فاهمني؟ دي حاجه. تالت حاجه التحكيم. انا مش عارف النهارده، انا مش شايف ضربة الجزاء والله، يعني مش شايفها. الواد لمسه والله، ضربة الجزاء بتاعت اسوان انا مش شايفها فيها لمس خالص. انا مش عارف ليه اتحسبت وليه ما اتعادتش غير مره واحده، واما المخرج عارف اللي هي ما فيهاش حاجه ما اتعادتش تاني. مش عارف التحكيم ماله، يعني ايه ده يا عم؟ لا ما يعني في فار وبتاع، لا انا شايف يعني لو حد شايف اللي هي فيها حاجه يقول. انا مش شايف فيها حاجه اطلاقا بتاعت اسوان، ضربه الجزاء بتاعت اسوان وسبحان الله اتصدت زي ضربه الجزاء بتاعت سموحه والزمالك بتاعت زيزو ضاعت. وتيجي بعديها الكره بتاعت ابادر، ما تعرفش هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، ومش بقول لك لا ضربه جزاء، بس ما اتعادتش خالص. ما فيش اللي احنا نعرف نشوفها فنحكم عليها. فمش عارف هل في حاجه ربط ولا هي عادي، ويا رب تكون عادي يعني، واخد بالك؟ فربنا يكرم النادي الاهلي بقى في افريقيا مع سان داونز، ونادي الزمالك طبعا ربنا يكرمه في الترجي، مهمه صعبه جدا. الترجي عنده 6 بونت وميت على الماتش زي ما بيقولوا، سيبك اللي انت هتروح بقى، هو كسبان 6 بونت وماتش خارج الارض وماتش خارج الارض وانت رايح له مرتاح. لا، فريق كبير زي الترجي عايز يخلص بدري بدري، فالماتش هيكون صعب جدا على النادي الاهلي، على النادي الزمالك مش سهل خالص. وربنا يكرم يعني ايه، انا كزملكاوي اتمنى نتيجه ايجابيه مع نادي الترجي يعني. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.